فين بخير كلشي مزيان. في هذا الفيديو غادي نقول لك علاش الا كان عندك مشروع خاصك تبدا صناعه المحتوى. اورايت، واصلا وغنقول لك حتى شنو هما الايجابيات والسلبيات ديال صناعه المحتوى. باي ذا واي ماشي اي واحد كيقول لك هادشي، انا ديجا عندي ندير عدي اليوتيوب. والا ما كانش في بالك هذه المعلومه هذه، راه ملي بديت يوتيوب من 2004 لدابا فقط في المغرب فقط 825 ما عرفتش الرقم بالضبط، المهم 800 وشي حاجه اللي وصلوا ل 100,000. دونك انا قربت ل 200,000. لي زاكونت ديالي الاخرين كاملين فايتين 100,000. غادي نبارطاجي معاك كلشي شنو هما الايجابيات والسلبيات وعلاش خاصك تبدا صناعه المحتوى الا كان عندك مشروع. دونك اول حاجه، علاش خاصك تبدا صناعه المحتوى؟ بكل بساطه صناعه المحتوى كتخليك بحال قلتي تدخل عند الناس لديورهم بلا ما تمشي تدق عليهم. ما عرفتش بزاف ديال الناس كيستهنوا بهذه القضيه هذه، كيصحاب باللي غندير فيديو غادي يشوفوه الناس صافي. نو، هذا اللافريج. شنو هي اللافريج؟ هي ملي كدير واحد الحاجه وكيكون عندها واحد اوتكم ولا كيكون عندها واحد المردود مضاعف بزاف ديال المرات. متفقين؟ راه ملي كدير فيديو مثلا، دابا انا كنعطيك نصيحه، ياك كتشوف هذه النصيحه هذه النصيحه يقدر يشوفها 100,000 واحد. دونك بحال انا نسخت راسي 100,000 مره. متفقين؟ ولكن الا مثلا تلاقيتي معايا في الزنقه وبركت معاك وعطيتك نفس النصيحه، هذا ماشي لافريج، غادي تفيدك غير انت. ولكن ملي كدير محتوى راك كتفيد بالملايين ديال الاشخاص بنفس المجهود. يعني الوقت اللي كياخذ لك دابا الكونتنت باش انك كتريكوردي وكتحطه هو نفس الوقت اللي يقدر ياخذ لك كتعطي نفس النصيحه لشخص معين، غير هو الفرق بين سمولر كتعاون شخص ماشي كتعاون مليون شخص. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، علاش المحتوى ولا من اهم الحوايج حاليا انت كصاحب مشروع خاصك ديرهم، هو انه الا لاحظتي كاع لي براند المشهورين ولا السي او كيبان. السي او هو المدير التنفيذي او الفاوندر، يعني اللي خلق ديك الكومباني، ديك الشركه، ولا كيدير محتوى ولا كيبان. علاش؟ حيت دابا ولينا في واحد الزمن ديال الناس ولاو متبعين الاشخاص اكثر من البراندات. نعطيك مثال، الكونت ديال كريستيانو رونالدو راه فايت لي زاكونت ديال الانديه اللي لعب معاهم كاملين، ديال النصر، ديال مانشستر يونايتد، ديال الريال، كاملين. شخص واحد فايت نادي على قدو فايتو. دونك الاشخاص دابا ولاو كيتيقوا في الاشخاص ماشي في البراندات. هادشي علاش كتلقى بزاف ديال الشركات عملاقه كيركزوا على المحتوى. وخير دليل ايلون ماسك، هو ولا تريليونير كاع، واش كيدير المحتوى ولا ما كيديروش؟ كيدير محتوى في تويتر. دونك هادشي علاش خاصك تبدا محتوى، حيت خاصك تبان وخاصك دير واحد العلاقه مع الناس. حيت هادشي داخل في البراندين. شنو هو البراندين؟ البراندين هو when you have irrational emotional about something، ملي كيكون عندك واحد المشاعر متميزه ولا مختلفه حول شي حاجه. مثلا دابا انا الا فتك بزاف ديال الحوايج، متفقين؟ سمعتي ليا استفدتي من المعلومه الاولى، المعلومه الثانيه، المعلومه الثالثه، اوتوماتيكمون الا كنت كنقدم واحد الخدمه وجا واحد الشخص ما كتعرفوش او لا واحد البراند اكس وكتقدم حتى هي نفس الخدمه، فاين خدمه غادي تختارها؟ طبيعه الحال ديالي. علاش؟ حيت ديجا استفدتي مني وديجا كونتي واحد المشاعر مختلفه تجاهي، وبالتالي هذوك المشاعر كيدوزوا حتى البراند ديالي. فاذا طحتي الاختيار بين هذا البراند ولا هذا البراند مجهوله، غادي تختار البراند ديالي ديما. متفقين؟ هذا هو البراندين. علاش دابا مثلا علاش ما بغيتش نذكر شي سميات، ولكن صافي واش انا غادي ندير لهم اشهار؟ المهم ما علينا. كوكاكولا علاش ديما كتلقاها كتنشر في الاشارات ديما كتبان وديما دايره الاشهار، وفين ما مشيتي كتلقاها وكتطلع لك في التلفازه، تطلع لك في السوشيال ميديا، تطلع لك في الزنقه، تطلع في اي بلاصه، وديما كتربط ديك البراند ديالها بالسعاده، السرور، باركين كيضحكوا، فهمتي؟ دونك باش ملي تمشي مثلا تبغي تاخذ قرعه ديال المناضه، غادي تختار كوكا. فهمتيني؟ علاش؟ ولا عندك واحد كما قلت لكم الراشونال ايموشن حول كوكا. دونك ملي كتختار، ملي كطيح في الاختيار بين هذه وهذه، كتختار هذه. علاش؟ حيت عندك عليها واحد المشاعر مختلفه. كنظن بلي الفكره واضحه. متفقين؟ فانت كصاحب مشروع خاصك تبدا تبان، حيت الناس ملي غتفيدهم، ملي غتخرج وتعطيهم معلومات على البرودوي ديالك وعلى السيرفيس ديالك ولا اي حاجه كدير عندك انت ككوتش، خاصك دير محتوى وخاصك تبارطاجي كل شيء، ما تخبي على الناس حتى شي حاجه. كل شيء كنقول لك كل شيء. حتى انا في الشانل ديالي ولا في لي زاكونت ديال الاخرين خرجت كنبارطاجي كاع الاسرار، كل شيء كنقول لك حرفيا كل شيء. صافي ما عندي حتى شي حاجه، شي معلومه نخبيها نبيعها. نو،
بارطاجي كل شيء، شارك مع الناس الشخصيه ديالك، شارك مع الناس شنو كدير، شارك مع الناس داكشي اللي استفدتي كلشي. حيت علاش كاين واحد القاعده the more you give the more you get. ثق بيا، كل ما عطيتي اكثر كل ما كتاخذ اكثر. واللحظات اللي في حياتي ما خديتش بزاف هما اللحظات اللي ما عطيتش فيهم بزاف. اللحظات اللي ما خديتش فيهم بزاف هما اللحظات اللي ما درتش فيهم كونتنت وعاونت بزاف ديال الناس. ما عرفتش كيفاش نشرح لك هذه القضيه، ولكن this is the truth. ما عرفتش من الاكسبيرينس ديالي، هذا واقع عشته، متفقين وباقي كنعيشوا لحد الان. هادشي علاش كنخرج كندير كونتنت كنبارطاجي كل شيء، ما كنخبي حتى شي حاجه. عندك نقول لك راسك لا خبي هذه بيعها، ديرها في كورس، ديرها في كوتشين، منتورين، نو جاست بارطاجي كل شيء. حيت كل ما عاونتي الناس كل ما انت غادي تعلم بزاف ديال الحوايج، كل ما الناس غادي يجيو ويشريو من عندك اكثر حيت انت عطيتيهم بزاف. بعض المرات كيجي عندك واحد كيبغي ياخذ داك السيرفيس ديالك غير حيت انت عاونتيه في شي حاجه واحده، كيبغي يرد الجميل. بنادم كيبقى ديما كيحس خاصني نرد الجميل لهذا السيد هذا حيت عاوني في شي حاجه. وكاينين شي اشخاص دابا انا باقي متبعهم حاليا اللي فادوني في 2022 ولا 2023 في شي حاجه، وباقي مادين لهم بهذيك القضيه ولا ديك الفكره اللي شونجات لي حياتي. والناس اللي بصح كتعاونهم كيبقاو معاك ديما، فهمتيني، كيسيبورتيوك في اي حاجه. هادشي علاش just give and create content. دونك من الاسباب اللي ما كيخليوش بزاف ديال الناس يبداو كونتوني هو كيقول غيجيو الناس ينتقدوني. سو وات، اوكي غادي يجي ينتقدني مزيان، وسوات واش الراي ديالو غادي يبدل فيا انا شي حاجه؟ شوف في الحياه غادي تنتقد متفقين، غادي تنتقد. كنتي زوين غينتقدوك، كنتي خايب غادي ينتقدوك، كنتي ما كدير والو في حياتك غادي ينتقدوك، كنتي كدير شي حاجه في حياتك غادي ينتقدوك. الانتقاد فكفك. الا ما كنتيش كتنتقد عرف بلي راك ما محركش من بلاصتك، راك زاقي. هذا هو الواقع. الا ما كنتيش كتعرض للانتقاد every single day راك واقف في بلاصتك. حيت ما يمكنش انت خاصك تبعد من واحد سيتوياسيون ولا دير واحد الحاجه وما تشوفش فيدباك زوين ولا خايب على هذيك الحاجه. ما يمكنش ضروري. شوف كاين الاكشن كاين الرياكشن. كندير واحد الاكشن كتجيني واحد الرياكشن. دونك الا ما كانتش اكشن راه ما كايناش رياكشن. دونك هذيك الانتقاد راه رياكشن على واحد اكشن درتيه. فالا ما كانش رياكشن راه ما كاينش اكشن. دونك انت زاقي. انا ماشي لاباني غادي نبرك ما كل شيء غيكون راضي عليا وكل شيء يصفق عليا وكل شيء يقول لي انت برا. بالعكس الانتقاد كيبنيك، الانتقاد كيخليك تعلم من الاغلاط ديالك. كاين انتقاد بناء، كاين انتقاد اللي غادي يهدمك، ولكن هذاك اللي غيهدمك غير حيت تحت منك. فهمتي؟ صعيب انك تلقى شي واحد فوق منك وينتقدك، صعيب، ولا يبغي يهدمك. نو غالبا تحت منك حيت انت وليتي في واحد الفيرسيون اللي طالع عليه اللي ما كتوافقش مع هو كيفاش كيشوف راسه، وبالتالي الا حس بك بعدتي عليه غادي يبغي يهبطك عنده باش هو يبقى مرتاح. ذاتس ات. ثاني حاجه هو الانتقادات ولا الاغلبيه ديال لي كومونتير اللي غادي يعطيوك الناس هما راه شنو نقول لهم سيلف بروجيكشن. كيفاش نقول السيلف بروجيكشن؟ بحال قلتي هذاك الانتقاد راه هو كيفاش كيشوف راسه، هو كيفاش كيشوف هذيك القضيه الا دارها هو كيشوف فيك راسه الا دار هذيك القضيه. فهمتي؟ داكشي علاش الا جاه الامر غير منطقي غادي ينتقدك عليه، يقول لك كتخربق. حتى انا شحال واحد كيجيني كيقول لي كتخربق، كنقول ليه اشنو كنقول ليه؟ نكون معك صالح، اشنو كنقول ليه؟ واش غدير اخويا سلاك وصافي سالينا. واش انا نبقى نضيع مع الحسره نبقى نقول له لا وهذه نجوستيفي كمان. دابا انا الا بركت مع واحد العالم في لانازا مثلا وجاد هو معايا في الدومين ديالو، واش انا غنفهم شي حاجه؟ ما غنفهم والو، غنبقى بارك وكنشوف فيه. غيبان ليا كيخربق، اوف كورس غيبان ليا كيخربق من منظوري انا الشخصي، ولكن من منظوره هو راه ما كيخربقش، هو راه كيدوي في واحد النيفو طالع ولا في واحد الدومين اللي انا ما فاهم فيه حتى شي حاجه. من منظوري الشخصي هذاك الشيء ما مفهومش، ولكن من منظوره هو داك الشيء راه عنده قيمه. دونك ما يمكنش انا نجي نجوستيفي واحد الهضره لواحد الشخص على انها صحيحه وهذاك الشخص راه هو ما فاهمنيش اصلا من الاساس. صافي قلتي كنخربق غيتسوكي، انا كنخرب، انا داوي، صافي هذاك راي ديالك، ما يمكنش انا نبدل الراي ديالك. ولكن اللي خاصك تركز عليه هو خلق قيمه للناس، عاون الناس. هذه الحاجه الوحيده اللي ديما خاصك تبقى ترجع لها، هي كيفاش انني نعاون الناس ونحسن حياتهم. بطبيعه الحال ما كنشجع التفاهه ولا الطوندونس ولا تبع الفيوز، حيت الفيوز ما كيساووش فلوس. رايت؟ هادشي هذا اللي كنقول لك من واحد الشخص اللي جايب تقريبا 35 مليون فيو اورغانيك. الفيوز ما كيساووش فلوس، انا عاود نقولها لك، الفيوز ما كيساووش فلوس. تبعتي الفيوز
بالعكس بعض المرات غادي تدور عليك. وانا حسيت بالامباكت ديال هذه القضيه هذه ملي كتجي واحد الفتره مثلا شي فيديو ولا جوج ولا 10 اوريفر كيطلعوا وكيجيبوا ريتش وكيولي وجهك مألوف في الزنقه. بعض المرات ماشي زوين، سيرتو الا كنتي واحد الشخص اللي بحالي مثلا. انا شخص اللي ما عزيزش عليا بنادم يعرفني بزاف، فهمتي. انا واحد الشخص عزيز عليه بيسي يبقى مترونكيل مع راسو ما يدوي مع حتى شي واحد. حتى في الواتساب ما عنديش بزاف ديال الناس، وعندي غير العائله، فهمتي، يعني الناس قراب. فما عزيزش عليا انا كثره الناس ولكن للاسف هذا هو ديال الضريبه اللي كتخلصها ملي كتكون كدير كونتوني، هو ان ضروري غادي يعرفك شي واحد، ضروري غادي تخرج مثلا غادي يعرفك شي واحد. كيولي مفروض عليك انك يعني تعطي الوقت ديالك للناس، يعني بزاف ديال الحوايج تخرج من رونتك كيف ما كنقولوا. يعني ما غاديش تبقى شي واحد سولك على شي حاجه وتقول ليه لا ولا تتكبر عليه ولا هذه، فهمتي. اي واحد خاص تعطيه وقته، اي واحد غادي يجي يسولك، فهمتي. بزاف ديال الامور اللي خاصك تكون عارفهم، خاصك تضحي بهم. مي كما قلت لك الا كنتي تابع غير الفيوز وماشي الفلوس، ما كنقولش لك ما عرفتش الهضره ديالي تفهم غلط. مي احنا داوين انت كصاحب مشروع، يعني انت باغي دير كونتوني باش انك تطلع المشروع ديالك، متفقين. يعني بطبيعه الحال باغي تكبر المشروع، دونك غادي خاصك تدخل فلوس من المشروع ديالك. الا كنتي تابع الفيوز وباغي تجيب الفيوز وباغي تجيب هذوك اللي كيطلعوا طوندونس وكذا، ما غاديش يكون، ما غادي توصل لواحد الدرجه ديال ان وليتي معروف، الناس عارفينك، ولكن الحاله الماديه ديالك ممكن ما تكونش غادا مزيان. غادي يولي تفرض عليك انك تعيش واحد اللايف ستايل اللي انت ما باغيهاش، وهذا الشيء هذا ما غاديش يمشي بحياتك مزيان. ما خاصكش فيوز، خاصك ذا رايت فيوز. هاد القضيه هادي بليز خاصك دير في بالك. ماشي ضروري تجيب اي فيوز، ولكن تجيب واحد الفيوز اللي غادي ينفعوك في حياتك، واحد الناس اللي كيفهموك، واحد الناس اللي انت ممكن يعني الا تجمعتي معاهم غادي تفيدهم وغادي يفيدوك. راه انا كنفضل ان يكون عندي مثلا في الفيديو ديالي 10 ديال الفيوز، ولكن شكون هاد الفيوز؟ يكون مثلا ايلون ماسك، جيف بيزوس، مارك زوكربيرغ، يكون مثلا المهم سي او ديال ابل، سي او ديال مايكروسوفت، وريفر، يكونوا هادو يشوفوني احسن ليا من مليون واحد ما دير والو في حياته وراسو خاوي. راه ما بقاتش في مليون ولا جوج ولا 10 ولا بقات في شكون اللي كيشوفك، متفقين. هذه هي اهم حاجه. اما الا بقيتي تابع غير الفيوز غادي يجيو، ولكن داكشي اللي غادي يجيب معاه الفيوز ما غاديش ينفع. فانا نقدر غير نمشي فايرال مثلا. انا عارف بزاف ديال الحوايج ديجا جبت مليونز اوف فيوز في لي بلاتفورم مختلفين، في تيك توك، في الانستغرام، في اليوتيوب، قول لي شي بلاتفورم. دونك ماشي صعيب، ولكن واش غادي نستافد شي حاجه؟ ما نستافد والو، شكون واضح. ما نستافد بزاف، ما نستافد حتى شي حاجه. هما الفيوز طالعين، لايكس، كومنتس، بنادم مخلط، ولكن شنو هي الفائده؟ زيرو. فما بقاش انك غتكون فيزيبل، ولكن بقات انك تكون فيزيبل to the right people. هذه هي اهم حاجه كنت غادي نركز عليها كون بديت كونتوني قبل. الى عندكم دي كيسيون بليز خليهم لي في كومنتس. انا هنا الشانل هذه دايره باش انا نجاوب على اي حاجه، وراسي نخوي يعني اي حاجه عندي في راسي غادي نعطيها لكم في البيزنس، في الكونتنت، في اي حاجه. هادشي اللي كاين. الا كنتيش دير ابوني اصاحبي، خلينا نتشهروا معنا نطلعوا طوندونس. هادشي اللي كاين. سي يو.